في احدى المعارك الدمويه لما كان البشر بيواجهوا الشياطين وبيحاولوا انهم يقمعوا ذلك الظلام اللعين، كان في واحد من الابطال اتصاب اصابه خطيره وقع على الارض غرقان في دم وخلاص شكلها دي نهايته. الكل بيتجمع حواليه علشان يلحقوه، ولكن خلاص دي لحظاتك الاخيره يا صاحبي. بيغمض عينه وقد فارق الحياه اخيرا. ولكن فجاه دوب البطل ده بيموت من هنا، بيصحى يلاقي نفسه على سرير في عالم تاني من هنا. يا حلاوه، من اولها كده اتنقل لعالم تاني. ده شكل الانمي ده هيولعها من البدايه. ما بيكونش فاهم حاجه وفجاه بيلاقي اخوه داخل عليه وبيقول له قوم يلا يا فاشل انت، هو انت هتفضل نايم كتير ولا ايه؟ ده انت عيل ما فيش منك اي فايده بصحيح، تعالى يلا علشان ابونا عايزك. الواد فعلا بيروح معاه واخوه هم في الطريق، كان عمال يضحك ضحكه كلها خباثه وشكل في ان في الموضوع. المهم الواد بيوصل فعلا عند ابوه واللي كان متضايق جدا منه وبيتعصب عليه. بيقول له انت اتولدت في عيله ويستفيل المرموقه، المفروض انك تكون الوريث الشرعي لعيلتنا، ولكن انت من ساعه ما اتولدت لغايه دلوقتي ما زدتش مستوى واحد من مستويات السحر. بقالك 15 سنه من ساعه ما اتولدت واحصائياتك كلها زي الزفت، انت مجرد فاشل ما فيش منك اي فايده. الواد ما كانش فاهم اي حاجه. يا جدعان انا لسه ميت، سحر ايه وبتنجان ايه؟ انا مش فاهم اي حاجه. ولكن ابوه ما بيدولش فرصه يتكلم وبيتعصب عليه تاني وبيقول له انت شكلك هتجيب لنا العار يالا، انا مش عايز اشوف وشك قدامي من النهارده وانت مطرود من عيلتنا، يلا امشي من قدامي، مش عايز اشوف وشك المقرف ده تاني. الواد فعلا بيمشي وما كانش فاهم اي حاجه، ولكن على عكس المتوقع كان في قمه السعاده. بيقول انا كنت في عيله ملكيه، ده انا شكلي كنت متقيد طول الفتره اللي فاتت، ولكن طالما طردوني فانا هقدر اعيش حياه هاديه زي اللي تمنيتها في حياتي اللي فاتت. اخيرا ما فيش حد هيهابني واعيش حياه بسيطه زي بقيه الناس. ده شكل الحياه هنا هتبقى حلوه قوي. بيروح يصطاد له شويه سمك يسد بيهم جوعه وبيروح يتمشى في الغابه ولا في اي حاجه في دماغه. بيفضل ماشي مسافه طويله لغايه لما بيوصل للتله دي، كان عايز يستريح فيها ولكنه باستخدام قوته من الحياه اللي فاتت بيقدر يشوف من مسافه بعيده، وبيشوف بنت بتحارب احدى الوحوش الخطيره ما كانتش عارفه تواجه الوحش، وبتكون بتدافع عن بنت تانية كده وبتقول لها اهربي يلا يلا اهربي وانجب حياتك وسيبيني لوحدي. البنت ساعتها بتقول لها انا مستحيل اهرب واسيبك تواجه الوحوش دي لوحدك، يا اما تفضلي هنا وتواجهيه يا اما نموت احنا الاثنين دلوقتي. الان بقى اول ما بيشوف البت ديت بترجع له ذكرياته من العالم ده وبيعرف هي مين. بيفتكر زمان لما كانوا في حفله وكل الناس كانت عماله تتريق عليه، بيقولوا ازاي الولد ده هو وريث العيله الملكيه، ده مجرد فاشل ما فيش منه اي فايده، ازاي ابوه لسه مستحمل انه يعيش مع كل المده ديت، ده هيجيب لهم العار لا محاله. ولكن الاميره ليزي بتتكلم بصوت عالي بتدافع عنه وبتقول لهم لا على فكره الان مش فاشل، الان قوي جدا ويستحق حياه احسن من دي بكتير، اياكوا حد يتنمر عليه مره تانية. الان وقتها بيفوق من ذكرياته وبيقول ايوه البنت دي كانت بتدافع عني زمان وجي الوقت ان ارد لها الجميل واساعدها، ولكن ازاي اساعدها وانا مش عايز استخدم قوتي من العالم اللي فات هنا. ولكن في الوقت ده الوحوش كانت هجمت على بياتريس وصابوها اصابه جامده جدا، البنت بتقع على الارض وشكلها خلاص هتودع، دي شكلها النهايه يا صاحبي. الاميره ليزي هي كمان بتجري عليها وبتحاول تعمل اي حاجه، والان اول ما بيشوف اللي حصل ده بيقرر اخيرا يستخدم قوته، بيجري بكل سرعته بيوصل على المكان اللي هم فيه. الوحش كان خلاص هيهجم على الاميره ويقتلها، ولكن انت متخيل انها هتموت والان موجود؟ لا والله. هوب الان بيوصل في الوقت المناسب، ادى الوحش الضربه اللولبيه وخلص عليه في ثواني. اللي بعده يا هناها يا سعده، الاميره مصدومه من اللي هي شايفاه قدامها، هو انت جبت القوه دي منين يا عم انت؟ ده انت كنت اضعف واحد في مملكتنا. ساعتها الان ما بيردش عليها وبيكمل ضرب في باقي الوحوش باستخدام قوته، بيقدر يعرف نقاط ضعفهم، بيفعل قوه كبيره جدا وهوب طريق السلامه انت. الان خلص على كل الموجودين واللي هيقابله هيحط له بتدين. القوه دي كلها يا ابني الاميره ليزي بتكون مبهوره من اللي شايفاه قدامها، ولكنها بتفتكر ان المساعده بتاعتها اتصابت اصابه خطيره جدا، بتقعد تعيط عليها وخلاص شكلها دي النهايه. بياتريس قبل ما بتموت بتشكر الان على حمايته للاميره، ولكن برضه انت مفكر الان هيسيبها تموت بالسهوله دي؟ لا والله. الواد بيقول لها انا هعالجك ما تقلقيش، ما فيش حد هيحصل له حاجه طالما انا موجود. على طول بيفعل قدره شفاء اسطوريه وبيقدر فعلا يعالجها. البنات بيكونوا مصدومين جدا من قوته، بيقولوا له هو انت اكتسبت القوه دي كلها منين وامتى؟ انت ازاي بقيت جباره وكده؟ الان ما كانش عايز يقول لهم انه ورث قوته دي من حياته اللي فاتت، وبيحاول يحور عليهم ويتوه في الكلام. بيقول لهم القوه دي اكتسبتها بالصدفه مش اكتر، ما تشغلوش بالكم كتير. البنات فعلا بيصدقوا كلامه، والواد بيسالهم ايه اللي جابكم هنا في المنطقه المقطوعه دي لوحدكم؟ هو انتوا جيتوا للموت بايديكم ولا ايه؟ الاميره بتقول انا قبل فتره شفت رؤيه بتقول اني هروح للمناطق الحدوديه، انا كنت رايحه لهناك ولكن في طريقي قابلت الوحوش ديت، مش عارفه من غيرك كنا هنعمل ايه والله، بس انت كمان ايه اللي جابك هنا؟ الواد بيقول لهم يلا بس نكمل رحلتنا واحكي لكم كل حاجه هناك. وفعلا بيركبوا العربيه وقلم بيحكي لهم كل حاجه من طقطق لسلام عليكم. ليزي بتتصدم بتقول له هو انت عيلتك بيعاملوك بقسوه كده ليه؟ انت ازاي متحمل كل القهر ده وساكت عليه؟ يا ستي حصل اللي حصل بقى، ولكني دلوقتي في طريقي للمناطق الحدوديه انا كمان، انا ما اعرفش هتكون عامله ازاي بس اتمنى انها تكون حته هاديه. المهم ساعتها بيوصلوا فعلا وبيدخلوا احدى القرى وبيكونوا
مستغربين جدا لان مفيش اي وحوش هجمتهم طول السكه، اكيد في حاجه منع الوحوش توصل لنا. بعدها بيشوفوا اهل القريه متجمعين عند بيت احدى المدنيين، بيروحوا هناك وبيلاقوا الراجل ده بيطرد البنت دي من بيته، بيقول لها امشي يلا انا ما عنديش اي حاجه اقولها لك. ساعتها ليزي بتروح لها وبتكون عارفاها وبتكلمها. الان بيسالهم هي مين وايه اللي بيحصل هنا بالظبط. بياتريس بدات تحكي له، بتقول له بان كل جيل بيتولد شخص يسمى البطل، الشخص ده بيمتلك قوه 1000 محارب، وحاليا البطله دي هي اكيرا، هي دي نفس البنت اللي قدامك دلوقتي. الواد بيقول لها تمام، وبعدها بيروحوا علشان يتغدوا، بيقعدوا كلهم وبيسالوا اكيرا عن الراجل ده طردها ليه، انت جيتي هنا ليه من الاساس. ساعتها بتقول لهم انا بسافر وبتجول كتير حوالين العالم، ولكن وانا معديه جنب القريه دي شفت بنت صغيره بتجري وخايفه جدا، فيما بعد عرفت منها بانها تتقدم كقربان لاحدى التنانين. التنين ده بيدمر محاصيلهم وبيقتلهم بدون اي رحمه، علشان كده اهالي القريه كل فتره بيقدموا قربان للتنين ده علشان يوقف اللي بيعمله. ولما جيت هنا علشان استفسر من شيخ القريه طردني وهزاني زي ما انتوا شفتوا بالظبط، انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. ساعتها الان بيقول لهم اهالي القريه ما قدامهمش حل تاني، دول بيقدموا القرابين دي للتنين مقابل حمايته، احنا لازم نبيد التنين ده عن بقره ابي ونخلصهم من العذاب اللي هم عايشين فيه كل يوم ده. ليزي هي كمان بتسال اكيرا عن مكان البنت دي وهي ودتها فين، فبتقول لها انا خبيتها في احدى الكهوف البعيده علشان اهل القريه لو شافوها يقدموها قربان للتنين، انا مش هسمح بده يحصل ابدا، ويلا مع السلامه دلوقتي علشان انا رايح اخلص على التنين ده واحمي البنت الصغيره منه. ساعتها ليزي وبياتريس بيقولوا لالين احنا كمان هنروح معاها، شكرا ليك يا عم علشان وصلتنا لهنا. ولكن الان عمره ما هيسيبهم بالسهوله ديت، عمره ما هيشوفهم محتاجين المساعده وهيسيبهم ويمشي. بيقول لهم انا جاي معاكم مش هسيب التنين ده يعمل لكم اي حاجه. البنات وقتها بتفرح وبيقولوا له تمام يا عم يلا بينا. بينطلقوا كلهم على الجبل اللي فيه التنين، وقبل ما يوصلوا بشويه اكيرا بتقول لهم الخطه بتاعتنا كالاتي، انا هتقدم وهاجم على التنين على طول، وانتوا هتلفوا من ورا الجبل وهنعمل عليه كماشه هنقتله في ثواني معدوده. العيال بيقولوا لها تمام، وفعلا بيتفرقوا علشان ينفذوا خطتهم. على طول اكيرا بتروح للتنين وبتهجم عليه بكل قوتها. التنين اول ما يشوفها بيهجم عليها بهجمات ناريه ولكنها بتفاديها، ولكن اكيرا هي كمان بتجمع قوه البرق وبتهجم عليه. الضربه بتيجي فيه وبتصيبه فعلا، ولكن دي زغزغه بالنسبه له مش اكتر. لسه هتهجم عليه تاني ولكن التنين بيكلمها، بيضحك ضحكه كلها خباثه وبيقول لها بص جنبك كده. بتبص وبتشوف الصدمه، نفس البنت اللي خبتها قبل كده موجوده في الكهف وحالتها تصعب على الكافر. البنت ساعتها بتتعصب جامد، بتجمع كل قوتها، بتقول له انا هخلص عليك. بتطلع قوه جباره فعلا، بتهجم عليه بالبرق بتاعها. فعلا البرق بيحطه من كل اتجاه، ولكن انت مفكر ان ده هيفرق معاه؟ لا والله، الوحش ولا بيتهز من مكانه حتى. بيقول لها ايه ده، هو انت جيتي هنا علشان تلعبي معايا ولا ايه؟ خدي ديت. بمجرد ما التنين بيهز ديله البنت بتترزع على الارض ومش بتقدر تتحرك. بتقول له ازاي التنين ده قوي جدا وايه القوه الجباره ديت، شكل كده هي دي نهايتي خلاص. التنين بيقرب منها وبيجمع كل قوته وخلاص هيخلص عليها، ولكن هوب بيلاقي جناحه اتقطع في لمح البصر. ايوه الان اخيرا وصل المكان، شكله هيقلبها جمدان، دي شكلها هتقلب مجزره دلوقتي. بيتقدم على التنين وبيقول لي ليزي خلي بالك من اكرا وانا هخلص عليه دلوقتي. التنين بيهجم عليه ولكن على مين؟ ده الان اقوى من التنين، بيقدر بسيفه يجرحه في وشه. والتنين بيقول ازاي قدرت تجرحني وانت مجرد بشر عادي؟ الان ساعتها بيحلل نقاط ضعفه وبيقول له في المعادي، وساعتها التنين بيطير بجناحه اللي فضل على البنات وبيقول له وريني بقى هتهاجمني ازاي. الان فعلا مش بيبقى عايز يهجم عليهم علشان ما يصيبش اصحابه، ولكن ليزي بتنادي عليه، بتبص له بصه ثقه كده. الواد ساعتها بيتشجع، بيجمع قوته وبيهجم على التنين. فعلا هوب طريق السلام انت. ايوه الان خلص على التنين بالكامل ومحمل وجود نهائي. القوه الجباره دي كلها يا ابني. اكيرا ساعتها بتفتح عينيها، بتلاقي نفسها لسه عايشه وبتعرف ان الان هو اللي خلص على التنين بنفسه. وفعلا الواد ده من جمدانه شكله هيتعبنا كتير. كان واقف كده كله حماس، بيقول في نفسه صحيح انا كنت عايز اعيش حياه هاديه، ولكن مستحيل اسيب صحابي في خطر ابدا، انا مستحيل اسيب حد يموت قدام عينيا مهما حصل. ولكن بسبب كل المجهود اللي عمله بيتكسر سيفه وبيغمى عليه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في الغابه وليزي جنبه. بتقول له قوم يا عم انا عالجت كل جروحك. ايوه انا كمان عندي قدره شفاء اسطوريه وقدرت اعالجك. الان بيشكرها على مساعدتها وبيقول لها مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه، والله انا بجد فخور انك معايا. بعدها بتقرر اكيرا انها تفترق عنهم وتكمل رحلتها مع الطفله لوحدها، وبتقرر انها تهتم بيها بعد ما عرفت انها يتيمه ومفيش حد بيرعاها. بعدها بتتاسف لالان ان سيفه اتكسر بسبب محاربته للتنين وبتكون عايزه تديله سيفها، لكن الان بيصد ايديها وبيرفض ياخده. بيقول لها اياكي تقولي على نفسك كده، انت قويه شجاعه، ولولاكي ما كنتش هقدر اهزم التنين ابدا. اياكي تقولي على نفسك كده مره ثانيه. البنت بتفرح من كلامه وبتشكره عليه، وبعدها بتودع الباقيين وبتسيبهم وبتمشي. خدت الطفله معاها، وفعلا اكيرا قلبها طيب جدا. ننتقل بقى للقصر الملكي. في نفس الوقت ده بقى عائله الان كانوا قاعدين متعصبين جدا. المساعد هورميز بيقول لهم التنين اتقتل. الاميره ليزي والمحاربه اكيرا هم اللي قضوا على التنين. كان معاهم شخص كمان لكنه مجهول الهويه ولسه مش عارفين هو مين. ما تخافوش انا هفضل ادور عليهم لحد ما الاقيهم واقتلهم واحد واحد. اياكوا تقلقوا من حاجه. ولكن برضه الملك وابنه كانوا في قمه
وقت الدقيقه. يعني ما كفكوش الاستبداد وانكم استغنيتوا عن ابنكم، لا كمان ده انتوا شغالين تنهبوا الاراضي وتقتلوا الناس بدون اي وجه حق. ده انتوا عيله زباله فعلا. من ناحيه تانية ألان وليزي بقى كانوا رايحين لاحدى القرى التي تدعى قريه الالف، وده لان القريه دي فيها صديقه ليزي اسمها نويل وصنعت سيوف محترفه جدا. بتعرفوا ليزي ان زي ما السيف بتاعه اتكسر بسبب انه كان بيساعدهم، فانا لازم اجيب لك سيف جديد زيه بالظبط. اياك تعترض علشان صدقني مش هسمع كلامك. الواد فعلا ما بيلاقيش حاجه يقولها وبيقول لها تمام، وبيتجهوا لهناك كلهم. ولكن الليل بيجي عليهم وبيضطروا انهم يخيموا في الغابه. فعلا بيولعوا النار وبيناموا لتاني يوم وبعدين يكملوا رحلتهم. لكن وقتها ألان بيكون لسه صاحي، بيقعد يفتكر كل ذكرياته مع ليزي. بيفتكر لما كان صغير وعائلاتهم هما الاثنين خطبوهم لبعض، ولكن عائله البنت لما بتكتشف ضعف ألان وانه ما عندوش اي قوه سحريه بيفسخوا الخطوبه على طول. بيقولوا له انت ما فيش منك اي فايده، امشي من هنا، ما عندناش اي بنات للجواز. ألان وقتها بيفوق من ذكرياته، بيقول ايوه عائلتها زي الزفت ولكن البنت لسه طيبه ولطيفه زي ما هي. انا بجد فرحان ان في واحده زي دي تكون صديقتي. المهم بعدها بيخلص اليوم على كده، وتاني يوم بيكمل الثلاثه رحلتهم لحد ما بيوصلوا القريه، وتحديدا بالظبط البيت نويل. اول ما بيوصلوا بيستغربوا من اللي شايفينه، الباب مفتوح وشكل في حاجه غلط بتحصل. على طول بيدخلوا يطمنوا عليها وبيتفاجئوا بالصدمه، البنت مغمى عليها وقع على الارض وشكلها مرهق جدا. على طول ليزي بتروح علشان تطمن عليها وتعالجها. بياتريس بيقول كل ده حصل لها علشان ما ارتاحتش بس مش اكتر. فنويل بمجرد ما بتبدا في سيف جديد علشان تعمله مش بتتوقف عن العمل ابدا الا لما تخلصه، لدرجه انها مش بتاكل مش بتشرب ولا حتى بتنام لحد ما تسلمه، وده اللي بيخليها دايما يغمى عليها بسبب الارهاق الشديد والتعب. ألان فعلا بيفهم كل حاجه. بعدها نويل بتفوق، بتشوف ليزي وبياتريس قدامها وبتسال عن ألان علشان اول مره تشوفه. ليزي بتخاف تقول لها هو مين، وبتقول لها ما تخافيش ده الحارس الخاص بيا، انا جبته هنا علشان اجيب له سيف بدل سيفه اللي اتكسر وهو بيساعدني. انا عايزاكي تعملي السيف ده في اسرع وقت ممكن. في البدايه نويل بترفض وبتقول لها انا عندي شغل كتير ومش هعرف اخلصه، لكنها لما بتشوف سيفه القديم بتلاحظ انه مميز وكان فيه قوه جباره فعلا، علشان كده بتتحدى نفسها اكتر وبتقول له انا هعمل لك سيف اقوى منه، استنى بس عم اخلصه وهتشوف. فعلا بتوافق انها تعمل له سيف جديد وكمان في اسرع وقت، وعلشان كده بتطردهم من البيت على طول علشان تعرف تشتغل بهدوء. بيضطروا وقتها انهم يرجعوا للمدينه علشان يلاقوا مكان يقعدوا فيه، ووقتها بنشوف ساحره اسمها ميلين كانت قاعده على الشجره وقوتها السحريه هي قوه التخفي، علشان كده بتراقب كل اللي بيحصل بدون ما حد يشوفها. وبنعرف وقتها ان ميلين بتشتغل مع هرميس مساعد الملك وابو ألان، وعلشان كده على طول بتروح تقول للملك انها شافت ليزي وكمان شافت معاه الشاب اللي كان بيدور عليه. فعلى طول المساعد هرميس بيروح وراه علشان يتكلم معاه. في الاثناء دي بقى كان ألان والجماعه لو مكان يقعدوا فيه. ساعتها ليزي بتقترح عليه انه يروح نقابه المغامرين علشان يدوم حرشفه التنين اللي قتلوه، خاصه اننا دلوقتي معناش اي فلوس ندفعها. الواد بيقول لهم تمام وبيسوم علشان يروح يبيعها. بيوصل فعلا للنقابه والموظفه اول ما بتشوف الحرشفه بتتصدم جامد، مش مصدقه بان في حد قدر يهزم التنين الاحمر. بتروح تجري على مديرها على طول علشان تعرفه. وفي الاثناء دي بقى هوريس بيظهر لألان وبيعرفه عن نفسه عن البنت دي واللي اسمها ميلين. بيقول له يا عم احنا رحاله بسطاء بنسافر علشان نستمتع بالرحله والاجواء اللي فيها، بس قول لي بقى انت ازاي هزمت التنين ده، هو انت قوي للدرجه دي ولا ايه؟ وطبعا هو بيقول له كده علشان يعرف هو قوي وهيسبب لهم مشاكل ولا لا. ألان طبعا بيفهم الكلام وبيقول له لا انا ضعيف ومش هعرف اقتل تنين زي ده اكيد، انما البطله اكيرا هي اللي عملت كده. هوريس لسه هيكمل كلامه وبيلاقي الموظفه جت وبتدي الفلوس لألان، وساعتها الواد بيختفي من قدامه ولا كانه فص ملح وداب. ايوه الواد فعلا خلاص عارف اللي هو عايزه فهيستنى ايه. بيقول لي ميلين على فكره ما توقعتش انه يكون فاشل او كده، بس انا لسه شاكك فيه وهتحرر عنه اكتر واكتر. ده شكلك لازم تاخد بالك قوي يا صاحبي. المهم في اليوم التاني بيروح ألان والجماعه لنويل علشان ياخدوا السيف. بيدخلوا فعلا وبيلاقوها واقعه على الارض من التعب الشديد. ليزي بتعالجها وألان بيشوف السيف وبيعجبه جامد. نويل على طول اول ما بتصحى بتقول لألان ده احسن سيف عملته في حياتي، انا مش هسيبك تمشي ولا تاخده من هنا غير لما نروح الغابه ونجربه الاول. الواد بيوافق وساعتها الاثنين فعلا بيروحوا للغابه سوا. ألان بدون مقدمات على طول بيسالها وبيقول لها هو انت ليه حداده؟ المهنه دي صعبه جدا ومش اي حد يشتغل فيها، انت ليه كلفتي نفسك بالمهمه الصعبه ديت؟ هو مش المفروض برضو الاقزام الاقوياء هم اللي بيشتغلوا فيها ولا ايه؟ فعلا نويل بدات تحكي له اللي حصل لها زمان. بتقول له وانا صغيره ما كانش عندي اهل ولا بيت ولا اي مكان اروح فيه، ولكن في يوم من الايام اغمى عليا في الغابه وما كنتش عارفه هعمل ايه. في واحده بقى من الاقزام اسمها فانسيا خدت بالها مني وخدتني معاها، اعتنت بيا وعملتني احسن معامله، كانت شغاله في تصنيع السيوف ومن ساعتها وانا اتعلمت منها كل حاجه. من كتر حبي ليها ما قدرتش استغنى حتى عن المهنه اللي كانت شغاله فيها، ولكن هي ماتت دلوقتي واتمنى انتقم من اللي قتلها. ألان بيفهم كل حاجه دلوقتي ولكن ما بيرضاش يسال عن اللي قتلها، وبيقول لها اتمنى انك تحققي انتقامك في اسرع وقت ممكن. بعدها بيكملوا في طريقهم وبيروحوا يختبروا السيف. ألان بيقتل بيه شويه وحوش كده والسيف بيطلع جبار وشكله هيقلب الدنيا دمار. بعدها نويل بتحلل السيف وبتشوف ان ألان استغل السيف بشكل كويس جدا وهيقدر يستغل قدراته. ساعتها بتفرح وبتقول له تعالى يا عم نتعمق اكتر في الغابه. فعلا
الان بيتعمقوا وبيكونوا مستغربين بان مفيش وحوش هجمتهم ولا حاجه. بتقول له هي الوحوش خايفه منك ولا ايه؟ ولكن هوب الان بيضرب ضربه بالسيف خلت الضباب يروح، وساعتها بيشوف الصدمه بيلاقوا ذئب ضخم جدا نايم قدامهم. نويل اول ما بتشوفه بتفتكره، بتعرف ان ده نفس الذئب اللي قتل فانسيا زمان. بتترعب جامد وكانت خايفه منه، بتزعق لالن وبتقول له يلا اقتله، انت واقف تعمل ايه؟ ولكنه بيقول لها اقتله ليه؟ ده نايم في امان الله وما عملكيش اي حاجه، وكمان هو ما اذنش علشان اهجم عليه. ساعتها البنت بتاخد السيف وبتقول له طالما انت مش عايز تتزحزح من مكانك يبقى انا اللي هقتله. كانت لسه هتهجم عليه ولكن الن بيقول لها اياكي، الذئب ده محاط بدرع خفي ولازم سيف اسطوره علشان يدمره. كانت لسه هتتكلم وتقول ان السيف بتاعها جامد، لكنه بيقطعها وبيقول لها مش اسطوري، مش هيخدشه حتى، يلا نرجع علشان محدش فينا يتاذى. فعلا البنت بتهدى ولكن كان جواها شعله من الغضب، متضايقه جامد وعايزه تحقق انتقامها منه. بعدها بيرجع الن للبيت وبتحكي له ليزا بان القائد الشهير بتاعنا تم اغتياله، وبالرغم من ان دافع الجاني مجهول الا انه اخذ راسه. ده كمان ده اتقتل باستخدام مهارات مختلفه كده، اكيد اللي قتل واحد بس هو واحد من الشياطين. ولكن الن بيكون مستغرب وبيقول لهم ازاي شيطان يغتال بشري بدون وجه حق. بياتريس بتقول له الظاهر كده ان في واحد اتحالف مع شيطان من المملكه علشان يعمل كده، وشكل في الموضوع يا صاحبي. من جانب تاني بقى ميلين بتكون مستغربه بان الن شاف الدرع وده لانها بتراقبهم وهي مختفيه. بتروح تحكي للمساعد وبيكون مستغرب هو كمان من قوته. بيقول لها المهم دلوقتي انت هتروحي وتقتلي الاميره ومساعدتها ازاي؟ البنت بتتردد ولكنه بيتعصب وبيقول لها يلا روحي واقتليها، انت واقفه هنا تعملي ايه؟ يلا امشي من قدامي. البنت وقتها بتترعب منه وبتقول له تمام، وشكله كده ماسك عليها حاجه يا صديقي. من جانب تاني بقى كانت نويل عماله تطور في سيف الن علشان يكون اسطوري وتقدر تقتل الذئب بيه، ولكنها من كتر التعب بيغمى عليها. بتبدا تحلم بذكرياتها زمان لما هوريس كان بيحارب فانسيا وهو راكب الذئب علشان يقتلها، وده لانهم مش عايزين حد زيها يصنع سيوف قويه تكون سبب في خطر عليهم بعد كده. هوريس بيأمر الذئب بيهجم عليها، وفعلا الاتنين بيهجموا على بعض، ولكن بسبب الدرع الاسطوري اللي بيحميه سيفها بيتكسر وهوب الذئب قتلها في ثواني، خلص عليها بدون اي رحمه. نويل كانت بتشاهد كل ده وكانت في قمه الصدمه، بتصرخ جامد. الذئب هو كمان كان لسه هيخلص عليها وبوم بيلاقي برق بيصيبه. ايوه اكيرا وصلت للمكان في اخر لحظه وبتحميها منه، بتهجم عليه تاني وفعلا بتقدر تصيبه. هوريس بيعرف فعلا انه مش هيقدر يسد قصادها، بيقرر ينسحب ويسيبهم ويمشي بعد ما حقق هدفه وقتل فانسيا خلاص. صدق انك عيل كلب يالا ولازم تموت، ده انتوا شويه كلاب ملعين فعلا. نويل وقتها اول ما بتشوفها ماتت بتبكي بحرقه كبيره جدا، مقهوره بشكل مش طبيعي. بتنادي عليها ولكن لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي. البنت جواها كميه حزن وندم تكفي العالم اجمع، وساعتها بتصحى تاني من ذكرياتها، بتلاقي نفسها ما فيهاش كلمات من الشغل، وبتعرف ان الن او ليزا هم اللي عالجوها. وبعدها البنت بتخلص السيف وبتروح بيها على الغابه وبتقول في نفسها انا اسفه يا الن، انا هضطر استعير سيفك واقتل الذئب ده مهما كلف الثمن. فعلا بعدها بتوصل لمكان الذئب وكانت خلاص هتصيبه، ولكن هوب الذئب بيصحى وبيطيرها. هوريس هو كمان بيوصل للمكان وبيقول لها كويس انك جيتي هنا، انا اصلا كنت بدور عليكي. الوحش بيهجم عليها وبيوقعها على الارض والسيف بيطير من ايديها بعيد عنها. البنت ما كانتش عارفه هتعمل ايه دلوقتي. هوريس هو كمان بيجي لها وبيقول لها انا سمعت ان عندك موهبه عين الجنيه، الموهبه دي نادره وهتفيدني، ايه رايك تشتغلي عندي بدل ما انت قاعده مفيش منك ريحه الفايده كده؟ نويل طبعا بترفض طلبه. الذئب بتاعه بيهجم عليها وخلاص شكلها دي النهايه. تخيل بقى ان ده هيحصل؟ لا والله. الن بيظهر في اللحظه الاخيره وبيطير الديب بعيد. اللي بعده يا هناها يا سعده. في الاثناء دي بقى كانت ميلين متخفيه علشان تقتل ليزي، بتدخل ولكن مش بتلاقي حد، وفجاه بيظهر لها اتنين من وراها. الن كان مجهز لكل ده قبل كده. بياتريس بتهجم عليها بالسيف ولكن بتصدها، بعدها بتهجم عليها تاني ولكن ليزي بتشتتها. ساعتها ميلين بتستغل تشتتها وبتوقعها على الارض، بتمسك ليزي وخلاص هتقتلها ولكن على مين؟ دي معاها بياتريس بنت التنانين، بتوقعها على الارض وبتخليها تفقد وعيها. في الاثناء دي بقى هوريس بيقول لالن انت كده مش هتعرف تخترق الدرع ده بدون سيف مقدس، دي خلاص نهايتك يا صاحبي. بيضحك ضحكه كلها خبثه وبيأمر الوحش يهجم عليه، وفعلا كان خلاص هيصيبه، ولكن ده الن اللي محدش هيجيبه. هوبا بضربه واحده خلص عليه. هوريس مش مصدق نفسه، ازاي الواد ده قتله بضربه واحده؟ على طول بياخد ديله في اسنانه وبيهرب بسرعه. ايوه كده رجع له جحرك زي الفار يالا. بعدها بقى بيرجعوا البيت ومش بيكونوا عارفين يعملوا ايه في البنت دي، لكنها بتحاول تستصعبهم وبتقول انا ما عنديش مأوى وحيده وعايشه لوحدي، انا كنت مجبوره لكل ده واتمنى ما تعملوش فيا اي حاجه. ساعتها نويل بتفتكر نفسها زمان وبتصعب عليها فعلا، بتفك الحبل عنها وبتقول لها خلاص انت من النهارده هتعيشي معايا في بيتنا، انت من النهارده هتكوني معايا وهعتبرك اختي الصغيره. البنت وقتها بتتاثر جامد من كلامها، بتعيط بحرقه كبيره جدا ومش عارفه تقول لها ايه بالظبط. بعدها الن بيروح يجرب السيف في الغابه وبيضرب ضربه بيدمرت المكان. القوه الجباره دي كلها يا ابني، ده شكل السيف ده جبار فعلا. في نفس الوقت ده هوريس بيلاقي ضربه بتنطلق ناحيته باقصى سرعه وهوب خلصت عليه في ثواني. ايوه الشيطان ده هو اللي عمل كده.
وبيرجع بعدها لابو ألان وبيقول له انا قتلته خلاص قبل ما يسرب اي معلومه. واتضح الاتي، عائله ويستفيلد هي اللي تعاونت مع الشيطان ده علشان يقتلوا القائد. ابو ألان بيفرح وبيقول له انا عايزك كمان تقتل الاميره ومساعدتها، الفاشل ده ما عرفش ينفذ المهمه ولكن انا وكلتها لك من دلوقتي. الشيطان فعلا بيفرح من المهمه وبيقول له تمام، وشكلها كده ما تبشرش بالخير يا صاحبي. من جانب تاني بقى كانوا اصحابنا ماشيين في القريه وبيلاقوا الاهالي متجمعين كده وبيعرفوا منهم ان عندهم احتفال كبير بكره، وفي الاحتفال ده بيحتفلوا مع اجدادهم اللي ماتوا او ارواحهم او ما شابه. يعني العيال بيستغربوا منهم، احتفال المراحيم ده ولا ايه؟ المهم ما علينا يعني. ولكن ليزي ساعتها بتسالهم عن شخص لابس درع فضي ولكنهم مش بيكونوا عارفينه. ساعتها ألان بيفتكر لما كانوا بيفكروا في موضوع القائد اللي اتقتل، وان نويل قالت لهم بان في مغامر قال لها قبل كده بانه شاف فارس بدرع فضي في احدى القرى اتعرض للاضطهاد من العائله الملكيه وحاليا بيسعى للانتقام وممكن يكون هو اللي قتل القائد. ساعتها ألان بتجيله فكره وبيروح للقبور على امل انهم يلاقوا اي دليل، ولكن اول ما بيوصلوا فجاه بدون اي مقدمات الراجل ده بيظهر لهم وما كانوش عارفين هو عايز ايه بالظبط. بيقول لهم تعالوا ناموا عندي الليله وبكره بكملوا رحلتكم. فعلان العيال بتوافق، واول ما بيروحوا معاه البيت بيعرض عليهم يحضروا مهرجان بكره معاه وبعدها يبقوا يمشوا من القريه. فعلا العيال بتوافق على كلامه وبعدها بيناموا. لكن ليزي وهي نايمه بقى كانت عماله بتحلم بذكرياتها زمان لما كان عمها عايش وكانت بتعتبره زي ابوها بالظبط. بتقول انا بحبك قوي يا عمي وما عنديش مانع انك تكون ابويا التاني. العم وقتها بيفرح من كلامها جدا وبيفضل يهزر معاها شويه كده والوضع كان اخر حلاوه. ولكن بعدها في يوم من الايام كانوا ماشيين هما الاثنين في طريقهم للمملكه وفجاه بدون اي مقدمات بيتم الهجوم عليهم من الشياطين. العم وقتها بيترعب وبيقفل على ليزي الباب وبيطلع يقاتلهم لوحده. الشيطان ده بيحاول يهجم على العربيه اللي هي فيها ولكن عمها بيغرس السيف في ظهره وبيحميها. الشيطان وقتها بيتعصب جامد وبيجرحه هو كمان وهوب بيقع الاثنين من فوق الوادي. ساعتها البنت بتصحى من النوم وهي مفزوعه على الاخر وبتصرخ. ألان بيفوق على صرختها وبيروح يقعد يطمنها. البنت وقتها بتحضنه من الخوف وكانت مرعوبه جدا. بعدها بقى بيجي اليوم الثاني وكل اهالي القريه بيحتفلوا فرحانين على الاخر. العيال بيكونوا مستغربين من اللي هم بيعملوه ده. الراجل ده بيطلب منهم يشاركهم وليزي ساعتها بتقول لهم روحوا انتوا وانا هفضل هنا. ولكن فجاه بدون اي مقدمات صوت عمها بيناديها وبتبص عليه بتلاقيه رايح الغابه. البنت على طول بتجري عليه بكل سرعتها علشان تقابل عمها اللي ما شفتوش من سنين. بتوصل فعلا عنده بتقول له انت ازاي لسه عايش يا عمي؟ احنا دورنا عليك كتير وما لقيناكاش، هو انت كنت فين طول الفتره اللي فاتت؟ ساعتها بيقول لها انا اصلا بكره العيله المالكه وبكره ابوكي، ده انت ابوك ما بيحبش حد يا بنتي وحتى بيكرهك انت كمان، بيكره كل الاشخاص اللي عندهم قدرات زيك كده. اي حد عنده قدرات خارقه او سحريه ابوك عايز يتخلص منه ويقتله. ابعدي عنه وتعالي معايا صدقيني انا عايز احميكي. البنت فعلا مش بتصدقه بتقول لابويا مستحيل يعمل كده، ابويا اكتر واحد بيحبني في العالم دوت، هو انت عاوز توصل لايه بس؟ ولكن فعلا ده مش عمها، ده باين ان عليه احدى التعويذ هي اللي بتتحكم فيه. بيقول لها طالما كده فانا اللي هريحك. على طول بيجهز سيفه وبيهجم عليها بكل قوته خلاص هيقتلها. ولكن انت متخيل انها هتموت؟ اقول لها معاي لا والله. هوب ألان بيوصل في اخر لحظه وبيصد ضربته وبيبعدوا عنه. العم اول ما بيشوفه بيفتكره بيقول له انا عارفك يالا، انت خطيب ليزي السابق صح؟ انت عيل فاشل ما عندكش اي طاقه سحريه مفكر انك هتقدر تهزمني ولا ايه؟ وهوب ألان بيفك التعويذه اللي عليه بيقول له ارجع لطبيعتك بقى. فعلا العم بيرجع لطبيعته بيتدارك الموقف واللي عمله وبيعتذر لليزي على كل اللي قاله، بيتاسف لها كمان على اللي عمله. بعدها بيبص لألان كده وبيقول له خلي بالك عليها اياك تسيب اي حاجه تاذيها. ألان بيقول له يا عم من غير ما تقول اصلا هعمل كده، ما تخافش طالما هي معايا فمش هسيب اي حاجه تحصل لها. ساعتها العم بيفرح من كلامه جدا وبيقول له يا ابني انا روحي هتختفي كمان شويه، انا عندي طلب اخير قبل ما اموت، يلا تعالى وبارزني، دي اكتر حاجه كنت بحبها وانا عايش وانا عايز احس بالشعور ده من تاني. ألان وقتها بيفهم كلامه وبيقول له تمام. وفعلا بدأوا هما الاثنين يتبرزوا. ألان طبعا بيفوز عليه والعم بيقع على الارض مهزوم. خلاص جه الوقت اللي هو يسيبهم ويمشي. على طول بيبص لليزي وهو واقع على الارض كده وبيودعها بيقول لها انا كنت بعتبرك دايما بنتي الوحيده، انت اعز حاجه عندي يا ليزي. وبعدها تاثير التعويذه بيروح وخلاص بيفارق الحياه. وفعلا مشهد مؤثر بكل ما تحمله الكلمه من معنى. بعدها بقى بيستنتجوا ان العجوز ده هو اللي كان بيحرك الارواح والعجوز فعلا بيروح لهم بيقول له عرفت ازاي ان انا اللي كنت بحرك الارواح ديت مع ان ما كانش في اي حاجه ممكن تكشفني. ألان وقتها بيحكي له استنتاجه وبيقول له يا عم دي حاجه عاديه بالنسبه لي. ولكن بعدها العجوز بيطلع ارواح كتيره من الارض وبيتحكم فيها وبيهجم على ألان بيها. ولكن انت بتعمل ايه بس يا مان؟ ده ألان كله جمدان بضربه واحده من سيفه بيخلص على كل اللي قدامه في ثواني. لا جامد مفيش كلام. ألان بعدها بياخد الحجر ده بعد ما قتلهم والشيطان ده بيروح لابو ألان وبيعرفوا انه فشل في المهمه. الملك فعلا كان متعصب جدا ومش عارف هيعمل ايه دلوقتي. لكن من جانب تاني بقى ألان وليزي وبياتريس كانوا خلصوا مهمتهم في القريه وبيسيبوها وبيمشوا. ألان بيحلل الجوهره اللي اخذها من الوحوش وبيلاحظ فيها حاجه غريبه شدته. ايوه دي هي قوه اخويا انا عارفها كويس. ساعتها
بيفهم كل حاجه وان عيلته هي السبب في كل اللي بيحصل، بيعزم انه لازم ينتقم منهم. بعدها بتيجي مكالمه ليزي من ابوها وبيعرفوها بان القائد رجع من تاني. العيال وقتها كانوا مستغربين ومحدش فاهم حاجه، ازاي بس يرجع تاني؟ هو مش كان مات ولا ايه؟ ولكن هتفهم كل حاجه كمان شويه. من جانب تاني بقى كان بريد بيحلم بالماضي وبيفتكر يوم مامه ماتت. بيكون ابوهم مقهور من اللي حصل، مقهور جدا علشان زوجته ماتت. ساعتها بيفتكر قد ايه ابوه كان بيحتقره ومش بيرضى يكلمه حتى. ساعتها بيسال ألان وبيقول له هو انا فاشل؟ ابويا ليه بيكرهني وبيعاملني بالقسوه ديت؟ انا ما عملتلهوش اي حاجه. ألان بيقول له لا يا عم انت مش فاشل ولا حاجه، مش معنى ان قدرتك السحريه لسه ما اتفعلتش او ما عندكش اي طاقه سحريه فانت تستسلم كده وخلاص. لا يا عم قوم ما تستسلمش وياك تسيب كلامه ياثر عليك. لكن بريد برضه كان متضايق، بيقول له انت كذاب، ابويا دايما بيقول عليا فاشل وانت بس بتكذب عليا علشان تراضيني. ده كمان بيسمع كل اللي في القصر بيتكلموا عن ألان وانجازاته وبيتغاظ جامد منه. ولكن بعدها من ساعه ما قدرته السحريه ظهرت ابوه بقى بيحبه وبيحترمه جدا. لا ده كمان بقى بيحتقر ألان مكانه وبيقول له امشي يلا يا فاشل، انت ما عندكش اي طاقه سحريه ومش هتفيدنا باي حاجه. وفعلا اب زباله ما فيش كلام. بعدها بريد بيصحى من النوم وبيروح عند ابوه اللي بالمناسبه اسمه كرانج. بيقول له النهارده هو اليوم اللي هنحقق فيه انتقامنا. بيضحك ضحكه كلها خباثه وشكلها ما تبشرش بالخير يا صاحبي. من جانب تاني بقى كان القائد ده واللي اسمه ادوارد ماشي مع المساعد بتاعه. بيكونوا مستغربين هم كمان من خبر رجوع القائد بعد ما ماتوا، حاسين ان في حاجه غلط. بيقولوا اكيد في الموضوع. المهم فجاه وهم ماشيين الراجل ده بيظهر لهم وبيقول لادوارد تعالى معايا انا عايزك حالا ودلوقتي. ادوارد ما كانش فاهم حاجه وبيقول له تمام، وبيقول للمساعد بتاعه خليك انت هنا وانا اروح اشوف في ايه. ساعتها بيروح معاه وبياخده لساحه التدريب ديت. الراجل ده بيبص له وبيقول له انا دوري خلص كده مع السلامه، وهوب اختفى من المكان. ادوارد مستغرب ومش فاهم اي حاجه. بوم بيلاقي سيف جاي من وراه كانه بيصده. بيبص على اللي هاجم عليه، فعلا بيلاقيه ده هو ملك الدوله كيريج والد ألان. صدمه بكل المقاييس. هو انت ايه اللي جابك هنا يا عم انت؟ كيريج وقتها بيضحك ضحكه كلها خباثه وهوب بيهجم عليه تاني. ادوارد مش فاهم اي حاجه، بيقول له انت عايز ايه يا عم انت اللي بتهجم عليا؟ هو انت مش فاكر اني حطيت عليك زمان ولا ايه؟ كيريج بيقول له صح احنا اتبارزنا زمان كتير ولكن دلوقتي جه وقت التكفير. انا مش فارقه معايا الحياه ومش هرحمك دلوقتي. وشكلها ما تبشرش بالخير يا صاحبي. من جانب تاني بقى كانت اكيرا وميسا ماشيين في الغابه لوحدهم، وفجاه وهم ماشيين اكيرا بتحس بحاجه غريبه. بتروح للمكان ده وبتحس بحد حواليها. بتقول له انت هتفضل مستخبي كده ولا ايه؟ ما تخليك شجاع واظهر نفسك يلا. وهوب الشياطين دول بيظهروا قدامها. يا حلاوه، هو انتوا جيتوا منين يا عم انت؟ بتقول لهم هو انتوا فاكرين انكم كده هتقدروا عليا ولا ايه؟ الشيطان ده بيقول لها ولا ايه؟ احنا مش هنقدر عليكي بس ده احنا هنموتك دلوقتي. وهوب بيفعل ختم كان مخفي على ميسا. بيقول لها ايوه احنا حاطين ختم على معظم سكان المدينه، الختم ده هينفجر ويموت صاحبه بمجرد ما النار تلمسه. ورينا بقى هتعملي ايه يا شاطره انت؟ هل هتهربي وتسيبي البنت الصغيره تموت كده عادي ولا هتفضلي هنا وتموتي معاها؟ اكيرا مش عارفه هتعمل ايه، محطوطه في موقف لا تحسد عليه، لكنها برضه مش بتستسلم وبتتشجع وبتحضن البنت جامد. الشيطان بيهجم عليها بهجمه ناريه وخلاص شكلها دي النهايه. لكن هوب فجاه بدون اي مقدمه الدرع بيظهر وبيحميهم. اكيرا مش فاهمه حاجه، هو الدرع ده جه منين بالظبط؟ لكن اتضح ان ألان هو اللي لغى الختم اللي عليها وحط عليهم درع ده علشان يحميهم. اكيرا وقتها بتفهم اللي حصل، بتقول لهم تعالوا لي بقى. بوم هجمت عليهم وخلصت عليهم في ثواني. اللي بعده يا هناها يا سعده. من جانب تاني بقى القائد سالوس بيظهر للشعب وبيعتذر لهم على اللي حصل الفتره الاخيره والاشاعات اللي قالت انه مات، ولكن فعلا هو كان مات. وبريت هو اللي بيتحكم بقى عن طريق قوته من ورا الباب دوت وقدرته انه يتحكم في اي جثه لكن بشرط انه يكون مع راسه. فعلا ده كميه خبث مش طبيعيه. سالوس بيقول لهم احنا القدرات بتاعتنا هي اللي بتحدد مستقبلنا، هي اللي بتجدد وظائفنا، لكن حان الوقت الان، حان الوقت اننا نتحرر منها. احنا لازم كلنا نسيب قدراتنا ونعيش بحريه، لازم نعيش حياتنا بكل اريحيه. الشعب وقتها كانوا مستغربين ومش فاهمين اي حاجه. هو انت ليه مش عايزنا نستخدم قوتنا؟ برين وقتها بيطلع لهم وبيقول لهم بصوا هناك كده. بيبصوا وبيتفاجئوا بوحش قوي جدا قدامهم. برين بيقول لهم ده اقوى من 10,000 جندي منكم وهيقدر يحميكم. القائد سالس هو كمان بيأكد على كلامه. الشعب فعلا بيصدقوا، لكن برضه الوحش ده مش هيقدر يحمينا لوحده، ده لو حصل علينا اي هجوم قوي مش هيقدر يعمل حاجه. لكن بريد برضه كان عامل ده في حسبانه. بيقول لهم انا باستخدام قوه التحكم بالدم اللي عندي هقدر اظبطكم وهديكم القدرات اللي تحتاجوها. احنا عايزين عالم نظيف وما فيهوش اي حاجه تاذينا. الشعب فعلا بيقتنع بكلامه. بريد كان في قمه السعاده، بيقول انا كده هكون اهم رجل في العالم باستخدام قدرتي، كده كل الناس هتكون محتاجاني. لكن برضه كان في سؤال، لما انت يا بريد تموت هنعمل ايه؟ بريد بيقول لهم ما تقلقوش انا عندي الحل اللي هيساعدكم. وهوب الشيطان ده بيظهر نفسه قدامهم. الشعب كله بيترعب من اللي شايفينه، لكن بريد بيهديهم وبيقول لهم احنا عرفنا نتعاون مع الشياطين، هيمدونا بقوتهم بعد كده. احنا لازم نتكاتف نتعاون ونبقى كلنا شعب واحد ونعيش بحريه. الشعب فعلا بيقتنعوا بكلامه، بيهتفوا له باسمه في كل ارجاء المكان. وشكل
الشكل الجاي كله خبث مفيش امان. من ناحيه تانية كانت المواجهه مستمره بين كيريج وادوارد. كيريج بيكون ليه الافضليه وبيوقعه على الارض وبيوجه سيفه عليه وخلاص شكلها دي النهايه، لكن ساعتها بيحضر في المكان شيطان متخفي. كيريج بيقول له ها انت خلصت على البطله ولا لسه، وهو بيهجم عليه وبيبعده. ده مش شيطان، لا دي اكيرا كانت متخفيه بهجومه. كيريج اتصدم من اللي شايفه ومش فاهم اي حاجه، هو ايه اللي بيحصل بالظبط. وفي نفس الوقت بقى اللي كان بيكمل خطابه للشعب وبيقول لهم انا باستخدام قدرتي الكل هيحصل على القدره اللي عايزها، اي حد يتمنى بس وانا احقق له. ولكن وسط انشكاحه بيشوف ألان وسط الجمهور. اهو جالك اللي مش هيريح بالك. الواد بيتصدم اول ما بيشوفه بيبص له بكل عصبيه لكنه مش عارف هو ناوي على ايه بالظبط. بياتريس هي كمان وشويه جنود كده كانوا بيحاربوا احد الشياطين وبتقول له يا عم انتوا هدفكم اللي بتعملوه، الهدف اللي مخلي بريتي يكمل خطابه للشعب ده كله. الشيطان وقتها بيقول لها هوضح لك كل حاجه، طالما انت كده هتموتي دلوقتي فانا هقول لك اللي هيحصل. بيبدا يقول لها خطتهم وفي نفس الوقت الكلام اللي بيقوله بيظهر قدام الشعب بالكامل. ايوه دي هي خطه ألان يا صديقي، كان مخلي ميلين تستخدم قوه التخفي وتنقل كل اللي بيقوله للشعب. يا ابن الذكيه الشيطان بيبدا يقول لها خطته، بيقول لها احنا في اهداف كتير عايزين نحققها ولكن بسبب قدرات الناس ديت ممكن يوقفونا، علشان كده احنا بنحاول نتعاون مع الشعب ونخليهم يفقدوا قدراتهم السحريه، وبكده هننفذ خطتنا بكل سهوله وبدون عقبات. جميع الناس سمعوا كل الكلام اللي قاله، بيعرفوا خطتهم وبريت بيتعصب جامد من اللي سمعه، عارف كويس قوي ان ألان هو السبب. على طول بيستخدم قوته وبيتحكم في الجنود دول، ولكن هوب ألان بيقطع كل خيوطه. الواد بينفجر من الغضب اكتر، بيهجم عليه بالخيوط علشان يتحكم بيه، ولكن ألان مش سهل يا بيه. ابن اللعيبه بيمسكهم بكل سهوله وبيسحبوا ناحيتهم، وهوب ابلع احلى بوكس على دماغك. اللي بعده يا هناها يا سعده. من جانب تاني بقى بياتريس وميلين بيحاربوا الشيطان ده. الشيطان عارف ان قوتهم كبيره جدا ومش هيعرف يسد معاهم، لسه هيحاول يهرب ولكن ميلين بتثبته بالسكينه، وهوب بياتريس بتخلص عليه بالضربه المميته. ابلع يلا. ادوارد واكيرا هم كمان كانوا بيواجهوا كريج، والملك كان متعصب جدا وبتطلع منه هاله شيطانيه كبيره. بيفتكر مراته اللي ماتت وبيتعصب اكتر واكتر، بيستمد قوه جباره من الشيطان وبيهجم على اكيرا بيها. البنت بتحاول تصدها بقوتها ولكن مش عارفه تعمل معاها اي حاجه. الضربه قويه جدا وبتترازع في الحيطه اللي وراها. ادوارد بيصرخ عليه بيقول له اهدى يا بيه، انت لو استمريت بالقوه دي فانت كده هتاذي نفسك. بيقول له ايه اللي فيها يعني، فيها ايه يعني اما اعمل اللي انا عايزه. ما بيسمعلوش وبيهجم عليه بقوه الظلام بتاعته. القدره دي فعلا بتبلع ادوارد، والواد بيفضل يعافر ويقاوم وبيمشي لكريج وبيقول له انا اسف يا اعز اصدقائي، انا اسف علشان سبتك تعاني كل الفتره دي. ساعتها كريج بيهدى وهوب بيغرس السيف في بطنه. يا ابن الغداره. اكيرا بتتعصب جامد، بتقول له انت ليه عملت كده، ده كان لاخر لحظات حياته بيفكر فيه، انت ازاي جالك قلب تعمل له كده. الواد بيطنشها وبيقول لها الدور الجاي عليكي، انا مش هستقل بيكي لا. على طول بيهجم عليها بقوه كبيره والبنت كانت خلاص هتموت، ولكن في اخر لحظه بيلاقي اللي بينده عليه. ايوه ألان وصل يا بيه. كيريج بيشوفه فعلا، بيقول له هو انت مفكر ان واحد فاشل زيك هيهزمني ولا ايه، انت مش هتاخد في ايدي دقيقتين، تعالى لي. على طول بيهجم عليه ولكن ألان بيصد ضرباته بكل سهوله. الاب بيتصدم وبيقول له هو انت مين. الولد بيفتكر ذكرياته زمان وبيقول له انا مجرد فاشل مش اكتر، انا مجرد فاشل كلكم استهزأتوا بيه، ولكن بالرغم من كده فانا في ناس بحبهم واحميهم ومش هتخلى عنهم ابدا. انا متاكد لو امي كانت عايشه ما كانتش هتفخر بواحد زباله زيك. كيريج اول ما بيسمع اسمها بيتعصب جامد، بيطلع منه هاله شيطانيه مهوله، بيهجم على ألان بكل قوته. خلاص شكلها دي نهايته. الهجمه بتكون قويه جدا والواد مش عارف يعمل معاه اي حاجه، ولكن فجاه ذكريات الاب والابن بتختلط سوا، وألان بيشوف قد ايه هو كان حزين على موت امه، بيزعل عليه جدا ولكن برضه بيفتكر اذيته لاصحابه. بيجمع قوته هو كمان وبيصد هجمته، بيقول له تعالى لي بقى ده انا مش هرحمك. بيهجم عليه بعدها بضربه قويه جدا هو كمان. كيريج بيصدها ولكن الضربه كانت قويه جدا عليه. الملك مش عارف يعمل اي حاجه وبيفعل كل قوته، وكل الناس مرعوبين من اللي شايفينه دوت. هي دي نهايه العالم ولا ايه؟ لكن ليزي بتكون واثقه في ألان ثقه تامه، عارفه انه مش هيخسر ابدا. اكيرا وكل الناس بيحاولوا يشجعوه. الواد فعلا بيتشجع وبيجمع كل قوته. انفجر من الغضب هو كمان وهجم على هالته الشيطانيه، بينغمس فيها فعلا، بيوصل لجوهر قوته. بيشوف الكره دي قدامه، ايوه لو دمرها فهو كده هيقتله. على طول بيغرس سيف فيها بدون تفكير، فعلا الهاله بتاعته بتروح وكريج خلاص دي لحظاته الاخيره. ايوه ألان هو الفايز في القتال. كريج جسده بيختفي من المكان بالكامل وبيفارق الحياه اخيرا. الكل كانوا مدهشين من اللي شايفينه، اخيرا خلصوا من الخطر اللي كانوا مواجهينه. المعركه اخيرا انتهت. ابو ليزا اول ما بيشوف اللي حصل بيروح يشكر ألان على اللي عمله، بيقول له شكرا ليك علشان انقذت مدينتنا، شكرا ليك علشان حميت بنتي الوحيده. الواد بيقول له يا عم ولا يهمك، وبعدها بيسيبهم وبيودع المدينه. بيكون سايبهم وماشي وراها علشان يعيش في سلام، ولكن ليزي بتجري عليهم وبتقول لهم انا جايه معاكم. بيسالوها عن بياتريس فبتقول لهم دي اصلا حارسه للعيله الملكيه، دي مش هتعرف تيجي معانا، ولكن
اني واثقه بانك هتقدر تحميني يا الان ومش هتسيب حاجه تحصل لي. الواد طبعا بيفرح من كلامها وبيقول لها تمام يا باشا، معاك ومش هسيب اي حاجه تحصل لك. وشكلها هتلعب ولا ايه يا صديقي؟ ومن هنا احب اقول لك بينتهي الانمي بتاعنا. فلو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك وتكتب لي كلمه حلوه في التعليقات. وبس كده يا عم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الله.